هنحط الملح على ديل الموسى ونبدأ نحرك كده بصبعنا لما الجلدة تظهر معايا، وبعد كده امسكها واطلعها تطلع معايا بسهولة. طيب نجيب الملح تاني كده وعلى الناحية التانية ونحرك بشويش واحدة واحدة كده بالصباع اهي. بص شايف قرب بتظهر معانا الجلدة اهيت وبتطلع معانا سهلة. هنبدأ نمسكها ونسحبها كده تطلع معايا سهلة قوي. عملت لها فيديوهات قبل كده كتير، وكنت بجيب السكينة من عند الراس وابدأ كده ادي لها شرطة هتظهر معايا الجلدة، اسحبها بالسكينة بتطلع بسهولة. بعد ما نشيل جلدها مع بعض كده هنقول ان الحكاية حلوة ونبدأ بذكر الله والصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. هنعمل الموسى ديت مشويه على الجريل كده، ومعايا قروصايه طبعا منضفها كويس كده ومقطعها جزل برضه هتتشوي على الجريل بالزيت وليمون. واخيرا مسكنا جلده الموسى. يلا مع بعض كده نخلي برضه ونتاكد ونسحب. بص على المنظر، شايف؟ الله يا سلام على السهوله والجمال. بص اهي طالعه سهلة قوي. عشان ما فيش ضوافر فغبنا شوية على ما مسكنا الجلدة بايدينا. سمكة الموسى سمكة طعمة جدا وهنلاقي فيها بطروخ، وطبعا هي ما فيهاش شوك كتير غير سلسلة واحدة بس. في ناس بتفضلها مقلية، وناس طبعا بتشوحها كده بالزبدة في طاسة بتبقى حلوة قوي، وانا عملت لها الفيديوهات ده قبل كده. في ناس بتفضلها مشوية ردة، وده عدد قليل جدا، يعني 1% ياكلها مشوية بالردة. وعدد قليل برضه من الناس بيفضل الموسى معمولة شوربة، ولكن الأغلبية بيحبوها مقلية ومشوية كمان بالزبدة. بعد ما سحبت الجلد كده من الاولى والثانيه والثالثه بتطلع معايا سهله قوي اهي. حبايبنا اللي عايزين يعملوها معانا كده بنفسهم، يلا مع بعض كده من عند الديل بنمسك الجلده. شايفين؟ طبعا مفيش ضوافر، فالعمليه بتبقى ايه؟ عايزه اعصاب. شد معايا سهل قوي، برافو عليكم. يلا مع بعض كده بالمقص هنقصقصها ونشيل الراس وندي لها شطفه تحت الحنفيه وعلى الجريل جنب القاروص المشوي جزل وجنب الدنيس والجمبري. طريقة الموسى النهاردة طريقة ايطالي بدون اي شيء، يعني لا نحط لا ملح ولا بهارات ولا صوصات، يعني طريقة على طريقة حبايبنا او بعض حبايبنا اللي بيتفرجوا معانا على الفيديو، يطلع منه لا يحط لا لايك ولا تعليق ولا يشارك، رغم انها حاجات بسيطة جدا ومش هتاخد من وقتكم ثواني. حاجات بسيطة ولكن يا جماعة بتشجعنا وبتدعمنا وبتخلينا نطلع احلى واجمل ما عندنا. فبالله عليكم اعملوها، ده حاجات بسيطة وممكن تكون سبب في رزقنا. هنا الموسى بقى خدت وقت قليل هنقلبها، وهنا برضه الجزل استوت معانا اهيت. هنديلها بقى صوص الزيت وليمون، وان شاء الله في الايام القادمه هنعمل طرق مختلفه للموسى وللدنيس وللجمبريات والشرب. داخلين على الشتاء، انتظروا احلى واجمل فيديوهات للشرب بانواعها يا جماعه، السفود والشوربه الصيامي، شوربه الصياديه، حاجات كتيره ان شاء الله في الايام القادمه، مفاجآت. يلا مع بعض برضه كده ندعم الفيديو ده بأي حاجة من حضراتكم، ونفتكر بقى الكلمة الجميلة بتاعتنا. الله يا سلام على الجمال وعلى المنظر، حاجات حلوة وطعمة ولذيذة قوي. هشوفكم على خير إن شاء الله في فيديوهات قادمة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.